خرجت أنا ومراتي النهاردة عشان نبص على شوية حاجات. نبص بس. هي من زمان نفسها تعمل كامبينج. أنا أصلا ماليش في الكامبينج ولا بحب الكامبينج. فاهمكم قصة الكامبينج دي بعدين. ولكن انتهينا في الآخر إن إحنا اشترينا كل حاجات الكامبينج. ودي أول حاجة. دي الخيمة اللي المفروض إن إحنا لما نعمل كامبينج هننام في خيمة بالمنظر ده. وأنا أنام في الشارع ليه؟ ما ننام في بيتنا. احنا كويسين في البيت. ودي السجادة اللي هتتفرش جوه الخيمة. ودي المشاية اللي هتتحط جوه الخيمة. ودي السليبنج باج جوه الخيمة. ودي المرتبة اللي هننام عليها جوه الخيمة. وده مشترك الكهرباء عشان نوصل كهرباء للخيمة. ودي أنابيب الغاز اللي هنفجر بيها الخيمة، لا اللي هنطبخ بيها جوه الخيمة. ها انتوا معايا؟ هنطبخ بيها جوه الخيمة. وادي النيلة. وده البوتاجاز اللي هنطبخ عليه جوه الخيمة. وده المنظم بتاع الأنبوبة اللي هيتوصل على الأنابيب الغاز ونطبخ بيه جوه الخيمة. ودي التلاجة الصغيرة اللي هتحتفظ بالأكل بارد واحنا بره بنعمل كامبينج. تقريبا كده هتبقى معانا جوه الخيمة. ايه اللي انا تعبت اصلا. استنوا بس اريح وارجع لكم تاني. استنوا انا صايم مش قادر اتكلم كتير. والحاجات دي النهارده ضيعت شوية الطاقة اللي عندي. هو دايما هتلاقي الناس الانجليز قال ايه بيحبوا الكامبينج. ويروحوا. هو الكامبينج ده عباره عن انك بتروح تنام بره في الشارع. يعني هو حرفيا انت نايم بره في الشارع. كل الموضوع ان عندك خيمه. بس بتجيب خيمه وبتجيب سليبنج باج اللي هي شنطه انت بتنام جواها. انت بتنام جوا شنطه سليبنج باج. هقول ايه تاني يعني. فهم الناس دول مش فاهمين. يعني مش فاهمين ان احنا عادة في افريقيا احنا نوم الشارع بالنسبة لنا عادي. ما هوش حاجة واو. يعني احنا عادي عندنا ناس بتنام في الشارع كل يوم. احنا كبرنا وتربينا وشفنا وعشنا مع ناس بيناموا في الشارع. بالنسبة لنا ان انت تروح تنام في الشارع. هي اسمها بتنام في الشارع على فكرة. ما اسمهاش كامبينج. هي كامبينج دي الكلمة اللكشري بتاعت انك تنام في الشارع بس مش اكتر. فانا مش عارف ايه الهدف. مش قادر اوصل للفكره انك عايز تنام في الشارع. ما ننام في بيت. والله انا برتاح على السرير قوي يعني. آه وبعدين بقى انت عشان تنام في الشارع النومه دي انت مش نايم في الشارع وخلاص. ما انت بقى ايه. هو الموضوع لاكشري يعني. فتلاجة يعني اهي مثلا. تلاجة علشان تنام بره في الشارع. طب ما تنام من غير تلاجة. آه منظم انابيب الغاز. انابيب غاز مشترك للكهرباء. آه، البوتاجاز نفسه اللي هنطبخ عليه. دي المرتبة. الله طب ما تنام على الأرض. أنت مش بتنام في الشارع. مرتبة. آه والخيمة والسليبنج باجز والسجادة اللي هتبقى جوه الخيمة. يعني شوف بقى اللكشري كمان. يعني خيمة وجواها سجادة. يا سلام. على فكرة اللي بينام في الشارع بينام في الشارع على فكرة في أي حتة. مش لازم سجادة ومش لازم أي حاجة. انا مش يعني ما عنديش مشكله. هي نفسها في الموضوع ده فقلت ماشي نعمله لها. بس القصه كلها ان الموضوع غالي. يعني احنا رحنا جبنا الحاجات دي النهارده. انا ما كانش في دماغي ان احنا هنجيب حاجه. بس عشان
كان في 50% خصم، فقلنا نروح نجيبهم. وانتهينا في الآخر إن بعد ال50% خصم شوية الحاجات دول مكلفيني 1000 جنيه استرليني. آه، وعموما يعني أنا برضو كده ولا كده أنا كنت عايز أجيب الحاجات دي، بس دايما كنت بقول مش دلوقتي مش دلوقتي مش دلوقتي مش دلوقتي مش دلوقتي، لحد ما جم. مع اني برضو كنت بقول مش دلوقتي لان انا مش عايز اروح اعمل كامبينج يعني، بس اوكي، اهي جت 1000 جنيه استرليني. بس بقى وربنا يرزقنا، انا بقول ربنا يرزقنا ما تفهمونيش غلط، انا ما بدعيش يعني ربنا يرزق ويبارك وبس. قلت اقول لكم عشان ان شاء الله ان شاء الله احنا دلوقتي نعتبر خلاص بقى صيف بقى، كل سنه وانتم طيبين. فالفيديوهات اللي جايه ممكن يعني تبقى من الخيمه، افرجكم على الموضوع ده. ما اعرفش ان كنتوا انتوا برضو اكسايتد قوي كده زي يعني انكم تتفرجوا على الخيمه. فده كان فيديو صغير كده النهارده بقول لكم فيه على البهدله اللي حصلت، وان شاء الله يمكن بعد الفطار اتقبل الموضوع احسن شويه. انا لحد دلوقتي لسه مش قادر استوعب ان انا خرجت صرفت 1000 جنيه وجيت يعني. ف ماشي، ربنا يستر. اشوفكم على خير. سلام.